سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الرئيس أستاذ قيس سعيد، نتصورك كما توانسة الكل قاعدة تتبع عنك ثب في الوضع اللي وصلت له البلاد، ومحقق راك كما توانسة الكل متحير. نجم نقولوا اليوم بدون مبالغة اللي أغلبية التوانسة سيبوز أغلبية التوانسة مرضى اليوم، مرضى على بلادهم وخايفين عليها وعندهم الحق باش يخافوا عليها. الدستور اليوم سيد الرئيس مستباح، تقرير محكمة المحاسبات تدل على ذلك، والقضاء اليوم في فوضى لم يسبق لها مثيل في تاريخ تونس. والميزانية زاد لأول مرة في تاريخ تونس ما نعرفوش بنا موارد باش نمولوها، وحتى كي باش نلقاو موارد باش تكون الميزانية المقبلة قاسية جدا على المواطن التونسي. الفقر والخصاصة وحتى الجوع مع الأسف، وحتى الأمية مع الأسف زاد قاعدين ينتشروا بصفة مرعبة في الأوساط الشعبية التونسية. اليوم عندي شعور إحساس شخصيا، ومش أنا برك، اللي دخلنا في مرحلة الغورة. التوانسة ولاو يغوروا على بعضهم عن طريق البركاجات التي تعد بالآلاف حسب مصادر الأمنية يوميا وفي وضوح النهار بركاجات. وما هيش معناها مسألة منحرفين معناها مزطلين ولا محربشين، لا يا سيدي الرئيس، لا وحتى يلقى ساعة المبلغ نتاع الزطلة. لا، الدمار والميزيريا والخصاصة هزت الناس لها الخطيئة هذه والرذيلة هذه. تلقى معناها الشاب في مقتبل العمر معناها باك بلس 4 ولا باك بلس 5 فهمتني، ولا ياخذ من عند امه ولا ابوه كل يوم دينار باش يمشي بيهم القهوة. كيفاش تحبوا ما يستجرمش؟ أنا مش مبرر في البركاجات، لكن نحاول نفهم الأسباب. فهمت؟ من جهة أخرى معناها توانسة قاعدة تموت اليوم، مش من الكورونا برك مع الأسف اللي زادت على همنا. توانسة اليوم قاعدة تموت سيد الرئيس من قلة الدواء. أنا سمعت بنفسي الكاتب العام تاع نقابة الصيادلة يقول بالحرف الواحد ثم توانسة اليوم قاعدة تموت من جراء فقدان الأدوية، لأن المزودين نتاعنا الخارجيين اللي يبيعونا في الدواء الثمين والثقيل ما عادش يبيعونا خاطر ما خلصناهمش. صبروا علينا من بعد قصوا علينا الدواء. النتيجة معناها فما عدد هام من التوانسة اليوم قاعد يموت في أروقة المستشفيات. أكثرش من المصيبة هذه سيد الرئيس، أكثرش من الانحلال هذا. والأخطر من هذا الكل هي تفكك الوحدة الوطنية توا نتيجة للمعالجة الكارثية متاع مسألة الكامور وأهالينا في تطاوين. معالجة كارثية لأنها حلت علينا باب جهنم. اليوم أغلب الجهات في حالة استنفار، وكل واحد حلل الفانا متاعو. وخوفي شخصيا، أنا عندي خوف أنه كأنه معناها الهوية الجهوية دخلت في قلوب التونسيين وتغلبت وطغات على الهوية الوطنية، وهذه مصيبة كبيرة ياسر. يعني الوحدة الوطنية مكسب من مكاسب العظمى متاع الشعب التونسي اللي بناها معناها بالحجرة طيلة عقود، ربما بصدد التفكك كله لا قدر الله. بحيث تونس اليوم سيد الرئيس محروبة من بابها المحرابة كما نقولوا. المشكل اليوم، القضية اليوم ولات مش قضية مشكل تنمية، ولا قضية مشكل بقاء الدولة التونسية، لا سيما وأن ثم جهات تستنى فينا في الدورة خليجية ينتظرون بفارغ الصبر في انهيار النموذج التونسي اللي ساهموا بأموالهم في انهياره.
في المقابل نلقاو برلمان أقل ما يقال عنه أنه كراكوزي. عشرات مشاريع القوانين الهامة والمصيرية قاعدة راقدة، والنواب يقضيوا بالساعات في تجاذبات وفي نقاشات هامشية مردها معناها أغراض حزبية ضيقة ولا أغراض زعامتية معناها رخيصة. عرك ومعروك وسبان والريق نتاع حكومة معناها في البرلمان. الثابت سيد الرئيس، لا جدال، الشيء اللي لا جدال فيه أنه مادام تونس تحت نظام الأحزاب هذا اللي وعدت أنت سيد الرئيس باش تقوضه، ومادام الدستور الحالي مفعل واللي أنت سيادتك التزمت بتغييره، مادام تونس ما تقوم لهاش قائمة مستحيل. باش سنظل عايشين تحت سلطة اللوبيات وسلطة المال الفاسد والانفلات من العقاب وأحزاب فاشلة، وتونس ستواصل مسيرتها التقهقرية، الانهيار المتواصل. بالدستور هذا سيد الرئيس ما تنجم سيادتك تعمل حتى شيء. قربتوه يا جماعة، النهضة اللي عملته الدستور هذا بمساندة سي مصطفى جعفر، عملته بطريقة ils ont verrouillé la constitution، ما خلاو حتى هامش اجتهادي للإصلاح ولا التغيير، ما خلاوش، بحيث ما تنجمش تتحرك فيه، ما تنجمش تعمل حتى شيء، مكبل أنت. ولذا يلزم تغيير جذري للتمشي السياسي الوطني الكل ظهرا على عقب. كيفاش؟ اقترح عليك سيد الرئيس باش تعمل من الشعب التونسي نصيرك وحليفك، الشعب مباشرة. تخلي الأحزاب على جهة، السهم تواصل مباشر مع الشعب التونسي، توجه له بخطاب مصيري تاريخي باللهجة التونسية، واطلب منه باش يناصرك لتغيير النظام السياسي الفاسد والفاشل اللي هز بلادنا للانهيار، واطلب منه باش ينزل للشارع في مظاهرات سلمية لمناصرتك من بنزرة البرج الخضراء. وماذا بينا ما عادش نقولوا من بنزرة البنقردان، بعد بنقردان عندنا اهالينا الاجلاء معناها حتى البرج الخضراء. اطلب من الشعب التونسي باش يناصرك سيد الرئيس في مشروع تغيير النظام السياسي هذا، وسيستجيب لك. عندك مثال الجنرال دغول في فرنسا، تجب تقتدي به. في 1957 فرنسا وصلت من جراء نظام الأحزاب البرلماني هذا، وصلت إلى الانهيار الشامل، حتى هي زادة ولات تمد في يديها فرنسا للسلف باش تمول الميزانية نتاعها كما احنا اليوم. قد رجع الجنرال دغول في 57 أول شيء عمله وطالب به هو تغيير الدستور، لأن يعني أدرك أن الدستور القانوني الانتخابي هو الداء الأصلي اللي هز فرنسا للانهيار. وبفضل مشروعيته الشعبية والتاريخية أفرض على البرلمان الفرنسي تبني مبدأ استفتاء، وعرض على الشعب الفرنساوي دستور جديد بسرعة في عام 1958 في عام، وصوت الشعب الفرنساوي على الدستور الجديد بنسبة 80%. ومن وقتها استرجعت معناها فرنسا استقرارها وقوتها وإشعاعها. وانت تعرف سيد الرئيس بوصفك معناها أستاذ قانون دستوري اللي المشروعية الشعبية فوق الشرعية الانتخابية. من المشروعية الشعبية تتأتى جميع بقية الشرعيات والتشريعات. La vox populi
est le fondement de la légitimité. Quand la vox populi s'exprime d'une manière massive, elle peut transcender la Constitution et la vider de sa substance. Voilà, et la vider de sa substance. بحيث تونس نجم سيد الرئيس عندك الشرعية الكافية والشعبية الكافية تو اليوم باش تقوم مع عملية مماثلة. أنا ثبت بالكشف دونك مرة أخرى اللي تغيير الدستور وتغيير النظام الانتخابي أصبحت ضرورة تاريخية حتمية لا مناص منها. سي لا كونديسيون سيني كوا نون، الشرط المسبق لإنقاذ تونس. وأعتقد أنه التوانسة سيستجيبون لتمشي من نوع هذا، تمشي يعمل على التوانسة قبل ما يعمل على الأحزاب. وقت اللي نقول التوانسة مانيش نتكلم باسمهم، أنا ما عنديش صفة باش نتكلم باسمهم، لكن أنا قريت السونداج الأخراني بتاع سيجما كونسي وشفت اللي 68% من الشعب من الناخبين التوانسة ما همش ناويين يمشيوا يصوتوا. رافضين نظام الأحزاب، رافضين الأحزاب هذه، ما همش مستعرفينها، كرهوها، ما همش باش يصوتوا. هذا 68% من الناخب يشكلوا قوة رهيبة، قوة جبارة تنجم تتك عليها سيد الرئيس باش ننتهيوا من النظام السياسي هذا الحالي الفاسد والدستور هذا المكبل لسيرورة الدولة. والتوانسة باش يكونوا حتى قدنا باش يستجيبوا لك وباش يكونوا حاضرين. هما حاضرين توا الثورة جديدة ديجا والانتفاضة جديدة، يستناو فوقيدة. احتويه بارك فيكم، احتويه الغضب الجبار اللي يشق الشعب التونسي توا اليوم، احتويه قبل الانفجار نتاعو وقبل ما تتهرى زاد شعبيتك سيد الرئيس. خاطر كان باش تواصل الامور هكا حتى انت زاد باش تتمس. ولا حوار ولا قال لك نعملوا حوار، هاي تو نعملوا حوار نتاع شنو؟ حوار نتاع شنو؟ وبشكون حوار؟ بالاحزاب اللي هزت البلاد للهاويه، هما بنفسهم باش يتحاوروا باش ينقذوها. وأنا نهار الخميس ما قالت شنو حوار، المشي لم الجماعه اللي مساندت وقال ويا نشوفوا توا واش عندنا وما عندناش، نشوفوا كيفاش نعملوا ميزانيه. شنو سي ريديكول، عبث. لا حوار ولا زمامر ولا زادها كما اقترحوا بعض الناس قالوا نعملوا نحلوا البرلمان ونعملوا انتخابات سابقه لاوانها. ما عملنا شيء، او نفرضوا اللي تم حل البرلمان صعيب ياسر هو باش يتحل، نفرضوا يتحل وعملنا انتخابات سابقه لاوانها، ما نرجعوا وين كنا بالقانون الانتخابي هذه وبهيئه المستقله الانتخابات هذه، ما باش نرجعوا وين كنا. الفرق الوحيد انه الدساتره باش يوليوا في الصف الاولاني في المرتبه الاولى والنهضه الثانيه وحزيبات من هنا ومن غادي، ونرجعوا للتجاذبات والبيع والشراء باش نكونوا معنا اغلبيه مريحه. حكايه فارغه هذه، حكايه انتخابات سابقه الاوانها ما توصل لحتى شيء. يلزم الشعب يفك المبادره برئاسه رئيس الجمهوريه اللي هو عنده الشعبيه والرمزيه اللي تخول له باش يقود عمليه الانقاذ هذه ارتكازا وتوكلا على الشعب وعلى الاتحاد العام التونسي للشغل. لأن يعني الاتحاد تاريخيا عنده وظيفتين، وظيفة نقابية ووظيفة سياسية وطنية. من نشأته إلى اليوم والاتحاد تحمل مسؤوليتين هذوما الاثنين، النقابية والوطنية. حتى العام 2013 وقت اللي نظم الحوار الوطني كون حكومة إنقاذ وطني حقيقية سيد الرئيس تضم شرفاء وشريفات البلاد وموجودين بالعشرات، ما تلوثوش لا في الماضي ولا في الحاضر. وافرضها على البرلمان، وإذا كان البرلمان رفضها استنصر بالشعب التونسي يخرج بالملايين ينصرك ويفرض على البرلمان حكومة إنقاذ وطنية حقيقية شريفة بسرعة تفض مشكلة الميزانية، وبسرعة تعد مشروع دستور جديد وقانون انتخابي جديد، وتبدأ من وقتها الاستفاقة والنهضة الحقيقية للشعب التونسي وعودة الشعب التونسي وعودة تونس إلى ما تستحق إليه من تقدم
وازدهار واستقرار. يلا يا سيد الرئيس، التوانسة في انتظارك، وباش يساندوك ما تخافش، ما يرخوش بيك، وتوكل على الله وعمل على الاتحاد وعلى قوى الخير الموجودة في التوانسة. ما زالت حياة، ما زالت تنبض حياة ووطنية، ما دام عندنا الوقت قبل ما يفوت الفوت. سيد الرئيس، ما كانش لا قدر الله الدولة التونسية إذا كان ما سعيناش في الاتجاه هذا ستنتهي. سيد الرئيس، مع الأسف، خاطر هي تو اليوم في مسار نتاع نهاية وانتهاء. ربي يوفقك ويوفق التوانسة الأحرار، وتحية تونس، وإلى اللقاء.